متخيل ان فلورانس بيو اللي قلبت الدنيا بدور يلينا في مارفل كانت هتبطل تمثيل بسبب الاكتئاب؟ وده غير انها عملت معظم مشاهد الاكشن بنفسها. في الحلقه دي هنعرف ازاي بقت نجمه مارفل الجديده واسرار محدش يعرف عنها حاجه. انا حبيبه مصطفى وده برنامج اسرار مشاهير هوليوود. فلورانس بيو البنت اللي خلت افلام الرعب تبقى حاجه مش طبيعيه، ومن اول ظهورها في عالم مارفل بدول يلينا الجمهور وقع في غرامها. بس ورا الكاميرا فلورانس عندها حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفها بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن سر نجاحها واخطر مشاهد الاكشن اللي عملتها بنفسها واغرب حاجه عملتها علشان الدور. فلورانس اتولدت سنه 1996 في اوكسفورد بريطانيا، وبدات التمثيل وهي عندها 17 سنه، وخدت اول دور كبير في فيلم ليدي ماكبث سنه 2016، واللي لعبت في دور بنت بتدور على الحرية وسط مجتمع محافظ، وفضلت تذاكر اللغة الروسية لمدة 3 شهور علشان تطلع الشخصية واقعية. لكن الشهرة الكبيرة كانت مع فيلم ميدسومار سنة 2019، واللي لعبت في دور داني البنت اللي بتعيش كابوس في مهرجان سويدي غريب، واللي بسببه النقاد قالوا انها موهبة جديدة في الرعب النفسي، وفضلت تتدرب على مشاهد الصراخ والبكاء بالساعات علشان تتقن الدور. لكن النقلة الأكبر كانت مع فيلم بلاك ويدو، واللي لعبت فيه دور يلينا بلاغوف الأخت الصغيرة لناتاشا، وقدرت تعمل مشاهد الأكشن بطريقة خلت الجمهور يقول انها هتبقى نجمة مارفل الجديدة. في فيلم بلاك ويدو فلورانس عملت معظم مشاهد الاكشن بنفسها، زي مشهد القتال في المطبخ ضد سكارلت، ورفضت تستخدم اي دوبلير، وفضلت تتدرب على القتال لمدة 4 شهور علشان تقدر تعمل الحركات المعقدة دي. المفاجأة انها اتصابت في كتفها في مشهد القتال الاخير، وفضلت مكملة تصوير رغم انها عندها خلع في الكتف، وده خلى المخرج يقول انها فعلا شجاعة زي يلينا بالظبط. فلورانس رجعت بشخصية يلينا وعملت مشهد المطاردة في نيويورك بنفسها، وكانت بتجري فوق المباني من غير حبال امان، وفضلت تتدرب على القفز بالساعات. اجرها في اول فيلم كان $1,000,000، لكن بعد نجاح الدور اجرها وصل $5 مليون في الافلام اللي جت بعد كده، وده خلى مارفل تعتمد عليها في الفيز الجديده. اسرار عن فلورانس: اول حاجه الهوس بالمطبخ. فلورانس مدمنه على الطبخ، وعندها قناه على انستجرام تطبخ فيها اكلات زي المكرونه والفطاير، وبتقول انها بتحس براحه نفسيه وهي في المطبخ. تاني حاجه ادمان القهوه. فلورانس مدمنه على القهوه، وبتقول انها بتشرب 5 كوبايات في اليوم حتى وهي في التصوير، وبتحب القهوه الايطاليه اكتر حاجه. تالت حاجه الهوس بالوشم. فلورانس عندها وشم على معصمها مكتوب عليه انا محظوظه، وبتقول انها عملته علشان تفكر نفسها دايما انها عندها فرصه كبيره في الحياه. رابع حاجه اكلتها المفضله. فلورانس مدمنه على البيتزا، وبتقول انها ممكن تاكل بيتزا كل يوم، خصوصا بيتزا ال4 جبن. بعيدا عن الاكشن والرعب فلورانس عندها مواقف انسانيه كتير. في موقف شهير فلورانس زارت مستشفى اطفال بملابس يلينا، وفضلت تتصور مع الاطفال وتلعب معاهم، وده خلى الجمهور يشيد بتواضعها. كمان عندها مبادره لدعم التعليم في المناطق الفقيره، وبتتبرع بجزء من ارباحها للابحاث اللي بتهتم بالتعليم، وبتقول ان دي قضيه حياتها. دي كانت حكايه فلورانس بيو، البنت اللي خلت الاكشن والرعب يبقوا حاجه جديده، واللي اثبتت ان النجمه الحقيقيه هي اللي تقدر تعمل الاكشن والدراما بنفس القوه. ايه اكتر دور حبيتوا ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. اشوفكم الحلقه الجايه.